بقول لك ايه، واحنا فين النهارده؟ احنا النهارده في مدينة نصر. مع مين؟ مع اصغر جوهرجية ثابت الهندسة عشان تنافس تجار الجملة. وايه حوار تركيا ده؟ بقى قول لي، عايز تعرف تركيا وحوار الجملة؟ تعال نشوف اصل الحكاية. اصل الحكاية معايا المهندسة كريستينا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، نورتني. في اصل الحكاية خليك معايا. وفي اصل الحكاية عايزين نعرف ازاي دخلت مجال الذهب وعن طريق ايه، وهل بالصدفة ولا بالتزكية؟ بص، هو بالصدفه ومش بالصدفه. يعني انا اشتغلت في التجاره عموما من 2012، اشتغلت في حاجات كتير قوي. وكان مجال الذهب يعني عندي فضول ان انا اقتحم المجال ده، بس ما كنتش عارفه له طريق. وحاولت كتير وسالت كتير، بس يعني ما كنتش عارفه اوصل. وبالصدفه جدا انا موجوده في الصاغه وعايزه اشتري لنفسي حاجه. وانا واقفه كده في لحظه سالت الراجل، قلت له: هو انا لو عايزه اشتغل اعمل ايه؟ فراح قال لي: طب انت معاكي ايه؟ رحت قلت له: طب انا معايا الخاتم ده ومعايا السلسله ومعايا الحلق والفلوس دي، خد كل حاجه واديني شغل اشتغل. فابتديت ساعتها اونلاين فتره كده، وبعدين اخدت مكان صغير في النزهه لحد ما الدنيا يعني حاسه ان الدنيا كويسه. فجيت بقى اخدت المحل هنا تقريبا بقالي سنه في مدينه نصر، وبس كده، دي اصل الحكايه. بيقولوا عنها ان هي بتسافر تركيا، وبيقولوا عنها تاني ان هي عايزه تبقى تاجرة جمله، وبيقولوا عنك ايه تاني؟ احنا عايزين نعرف بقى في اصل الحكايه ايه بيقولوا عنك ده، بيقولوا عنك ايه بالظبط؟ لا، يعني هي كانت حاجة غريبة. يعني أنا كنت مسافرة عادي أحضر معرض الدهب في تركيا. وأول ما رجعت بقى اتفاجئ: أنت عايزة تنافسي بتوع الجملة، وأنت عايزة توزعي، وأنت عايزة تعملي إيه يا جماعة؟ في إيه؟ ده معرض. عشان سافرت بس. سافرت بس. يعني آه. انا مسافره حابه اتفرج على الموديلات المختلفه. يعني انا بحب اتفرج على القطع المميزه. فهناك المجال مفتوح ان انت تتفرج على شركات مختلفه وشغل مختلف، وبرضه ان انا اجيب شغل للمحل عندي مميز زي ما انا معوده الناس. فبس يعني دي كانت السفريه، ولا هنافس حد ولا اعمل اي حاجه. يا جماعه مفيش منافسه، مفيش مين حاجه. خالص. خليك معايا هتعرف كل التفاصيل في اصل الحكايه، خليك معايا. بيقولوا عنها ان هي اشطر واحده في بيع الاونلاين، واشطر واحده في التقسيط كمان. وتقسيط ايه؟ تقسيط مباشر. طب ازاي بقى في سنك الصغير دوت وقدرت تعملي الحاجات دي كلها؟ بس هو طبعا توفيق من عند ربنا يعني. الاونلاين بالذات كان تحدي شوية صعب ان انت تقنع حد ان هو يشتري دهب اونلاين، وانا كمان ما كانش عندي ستور. ففي الاول بيبقى فيه تنازلات، يعني ممكن تخلي اللي هو الدفع عند الاستلام، يشوفوا الحاجة بعينيهم ويطمنوا وبعدين يدفعوا. يعني كان في شوية تنازلات في الاول لحد الحمد لله ما عملت اسم. وطبعا الناس اللي كانت بتشتري كانت بتعمل ريفيوهات او كده، فهو ده يعني اداني ثقل شوية في موضوع الاونلاين. واكتر واكتر لما انا بقى عندي محل، فخلاص تمام اونلاين، تمام تمام، تيجي المحل تنورنا فتمام. يعني ده دعم شويه الموقف، لان طبعا الاونلاين لوحده كان كله صعب. مشاكل طبعا. يعني كنت ممكن اقعد في الشات مع واحده بالساعه والساعتين انا بتاخد عشان تطمن وصور لها وفيديو وصور. يعني الاول كان الموضوع بياخد مجهود شويه، عن دلوقتي خلاص. يعني دلوقتي الناس عارفه انا مين وشغلي عامل ازاي، فالموضوع ما بياخدش ثانيه كده. عايزين نعرف حاجتين. ايه المواجهه اللي تواجهتيها في المشاكل الاونلاين، وايه الخدمات اللي بتقدميها للعملاء ما بعد الاونلاين، ما بعد البيع؟ يعني الاونلاين لو هم مثلا اشتروا وعايزين يبدلوا، ادام اشتروا من عندي ببدل لهم اونلاين برضه. يعني تمام. ببعت المندوب يجيب الحاجه وببعت لهم الحاجه اللي هم عايزين يشتروها تاني. لا، هو المشاكل دلوقتي لما مثلا بقول لهم حولوا الفلوس، فساعات في ناس مش بترضى، بس بقول لهم خلاص تعالوا المحل استلموا الحاجه وادفعوا دايركت، يعني لو انتوا قلقانين او حاجه. لكن مفيش يعني الحمد لله مشاكل، لان طبعا انا ما اقدرش ابعت ذهب مع مندوب وممكن يحصل اي حاجه، فلازم ابقى انا برضو مطمنه يعني رايح طبعا. فين. يا جماعه بجد خدمه الاونلاين وخدمات ما بعد البيع ممتازه ممتازه ممتازه. فقرة ضرب نار بيقولوا عنك انك بتخطفي البنات الصغيره والاطفال الصغيرين وبيسمعوا دايما صريخ من جوه المحل، وعلشان تثبتي ان انت جوهرجيه بتطلع لهم البطاقه. عايزين نعرف في اصل الحكايه ايه اللي بيحصل. اصل الحكايه بقى انت لازم تعرف اللي حصل. اللي حصل بالظبط ان انا كنت واخده شوروم صغيره كده في النزهه. فالمكان مش الطف حاجه، او يعني مثلا ممر، يعني مش مكان متعارف عليه المحل دهب خالص. يعني هو شوروم عادي زي مكتب كده. فجت واحده عايزه تشتري سبيكه،
فهي داخله خايفه، فعماله تبص حواليها، ايه ده، هو ده محل ايه؟ هو انت ازاي هنا في دهب؟ فقلت لها اه دهب اهي، وعندنا سبايك وعندنا كذا وعندنا كذا. وفجاه الست مره واحده تقول لي لا 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 يا ستي مالك، ما تخافيش، انت البطاقه بتاعتي ايه طيب؟ قالت لي لا لا لا، طب خلاص اهدي مفيش حاجه. بس كان موقف طبعا يعني انا مستنيها ترجع لي، مستنيها تجيلي هنا في المحل الجديد عشان تبقى اهدى شويه. دي مواقف حلوه بتحصل معاك يعني. بص هو في الاول كان كبدايه بالنسبه لي فتمام، يعني طبيعي، اصل هو مش منطقي خالص محل دهب بيبقى في حته كده او اي حاجه. بس انا كنت ببدا اللي هو هبتدي، يعني هبتدي، مش هممني مكان، مش هممني ديكور، مش هممني كميه، مش هممني اي حاجه. انا خدت الاكشن ان انا هبتدي، وبعد كده ربنا هيكمل. فطبيعي اكيد كان هيبقى بيحصل شويه مواقف يعني، بس دلوقتي طبعا لما بفتكرها بقعد اضحك يعني. اكيد. وفي عملاء معانا بيسالونا عايزين يعرفوا ايه نظام التقسيط، فعايزين نوضح في اصل الحكايه وللعملاء اللي بيتفرجوا معانا في البرنامج ايه نظام التقسيط اللي انت بتديه لهم. بص يعني احنا بنحاول نساعد الناس ان هي تقسط بكل الطرق المناسبه ليهم. مش ضروري ابلكيشن او مش ضروري اي حاجه. فاحنا عملنا نظام تقسيط مباشر بيكون عن طريق المحل. مثلا القطعه بتتقسم على عدد 3 شهور زي ما هي عايزه الكلاينت، يعني عايزه 3 2 1 او تقسم الجرامات زي ما هي تحب. بتدفع الجرامات القسط بسعر الذهب وقت ما بتدفع، يعني مش بنثبت سعر سواء الذهب زاد او نزل، بحيث ان هو لا ضرر ولا ضرار يعني لما تيجي تشتري. وبتستلم القطعه في نهايه الفتره، فهي مش محتاجه موبايل ابلكيشن ولا محتاجه اي حاجه، هي بتيجي تقسط دايركت على طول. وحتى مش محتاجه تيجي المحل، يعني ممكن تقسط اونلاين ونشحن لها اول ما تخلص. حلو قوي، دي خدمات برضو مميزه جدا وفريده في عالم الذهب. يعني انا كان في برنامج اصل الحكايه بصراحه اول مره حد يشرح لي طريقه التقسيط وببساطه كده الصراحه، فدي حاجه منفرده جدا معاكي. ربنا يخليك. احنا بنحاول، انا بحس ان انا زي الناس، وبحاول اشوف ايه اللي يسهل عليا انا اسهله على الناس كمان، عشان الناس تبقى مبسوطه يعني وتعرف تشتري اللي هي نفسها فيه. وداخلين بقى على مناسبه الاعياد ومناسبه الكريسماس ومناسبه راس السنه، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وسنه جديده علينا جميعا. فعايزين نعرف بمناسبه الاعياد ندي للبرنامج خصم اللي بيتفرج على البرنامج بمناسبه الاعياد. تمام خلاص ان شاء الله. في مناسبه الاعياد الكريسماس وراس السنه كل متابعين البرنامج بتاع اصل الحكايه هياخدوا 25% خصم على المصنعيه. 25% خصم على المصنعيه. ايوه قولي تاني كده. 25% خصم على المصنعيه. العرض مستمر لحد 7 يناير في اصل الحكايه، اتفرج على الحلقه واستفيد بالعرض. خصم خاص لكل مشاهدين برنامج اصل الحكايه 25%، بس بشرط ان انتوا تعملوا شير للحلقه وتبعتوا لنا سكرين شوت على البيج. والخصم ده هيكون من مده 24/12 لحد 7 يناير. وفي اصل الحكايه عايزين نعرف ايه المواجهات اللي تواجهتيها عشان تكبري في الشغل وتاسسي نفسك محل مجوهرات في السوق وتقفي قدام التجار. طبعا هو الموضوع ما كانش سهل، لان انا دخلت المجال زي ما قلت لك انا ماليش فيه مرجعيه، ماليش بابا او حد اساله. فانا كنت بعلم نفسي بنفسي، يعني حتى مثلا ان انا اوصل للعده والقصاج واركب. انا في الاول كنت بركب الليفان بسناني. اي حاجه، المهم ان احنا وصلنا لنفس النتيجه بالظبط. وشويه شويه انا بتابع لما بنزل الصاغه مثلا، بشوف ده بيتعمل ازاي ده بيتعمل ازاي، وبتعلم يعني سيلف اديوكيتد على الاخر. وبالنسبه بقى للمعارض، سمعنا ان انت بتنزلي معارض وبتنزلي في بازارات وبتنزلي حاجات كتيره جدا، فعايزين برضو نعرف العملاء انت بتنزلي فين وبتعملي ايه. طبعا انا بعد لما مشيت في الاونلاين فتره ابتديت انزل معارض في التجمع. وعايزه اقول لك ان اول معرض اول يوم خالص اول بيعه بعتها الست خدت الحاجه وما دفعتش الفلوس. ومشيت هديه، خدي هديه، بتوزع هدايا. انا كنت متوتره، واول تعامل دايركت مع حد. خدي هديه وامشي. اول تعامل دايركت، فانا متوتره ومش عارفه يعني الاونلاين خلاص انا متعوده على الاونلاين، لكن ده اول بيع مباشر. وبعدين مشيت ايه ده، دي ما دفعتش. يا جماعه بتدي دهب وما بتاخدش فلوس، تعالوا خدوا هنا. بس طبعا هي كانت بعتلي قبل كده وبعتت لي اعتذرت وبعت فلوس والدنيا مشيت يعني، بس ده كان موقف طبعا ما يتنسيش بصراحه. طبعا. في اصل الحكايه بتحاسب فلوس في الاخر، ما تقلقوش هتاخد منكم فلوس. وفي اصل الحكايه دايما بنخلي نصيحه للعميل، عايزين ننصح العملاء عندك، تحب تنصحيهم بايه؟
يعني دايما انا انصح ان هما مش يدوروا على المصنعية الرخيصة وخلاص، دايما يدوروا على البراند او اسم الشركة اللي هما هيشتروا منها، وحتى لو ايطالي يبقوا عارفين ده ايطالي، ده شركة كذا، لان شغل الشركات طبعا بيكون افضل 100 مرة من اي شغل شعبي. تاني حاجة ان هم يبقوا عارفين الحسبة بتمشي ازاي عشان يبقوا مطمنين، وانا دايما في المحل عندي بخليهم يحسبوا واحنا واقفين، المصنعية قد كذا، السعر الذهب قد كذا، هنجمع الاتنين على بعض وهنضرب في الوزن، ادي السعر زي ما بيطلع قدامي على الآلة زي ما هيطلع عندك على الموبايل، مفيش آلة مخزنة رقم، مفيش اي حاجة، انتي بتحسبي وانا بحسب وبنطلع احنا الاتنين بنفس النتيجة. بس كده ببساطه. بس خلاص. بس لازم العميل يحسب بنفسه، واصل الحكايه خليك معايا. ومعانا فقره سوق الذهب. حضرتك سمعت ايه عن سوق الذهب؟ سوق الذهب اللي في العبور اللي يتضمن اكتر من 200 محل ذهب، ومقارنه بالصاغه المصريه الحديثه، هو دلوقتي يعتبر الصاغه الحديثه في مدينه العبور. سمعت ايه وايه رايك؟ لا انا سمعت وشفت مصانع كتير اخدوا فيه، وشفت تجار جملة كتير اخدوا فيه، فحاسه ان هو هتبقى حاجه يعني سهله ان احنا نروح ونركن العربيه، نقدر نطلع نختار الشغل اللي احنا عايزينه في مكان امن، برضو الوصول ليه سهل، فاكيد هيكون افضل يعني. وبالنسبه للقطاعي والتجزئه؟ هتبقى طبعا مجال واسع، ان انت في مول مؤمن بتخش بتتفرج على فرايتي كبيره، فاكيد طبعا هيكون افضل بكتير من الصيغه العاديه. وعرفنا موقف في اصل الحكايه، ان في عميل دخل وقعد يبص في القطعه، ولا مش ذهب، لا دي مش اصلي، لا لا دي مفيش دمغه. احنا عايزين نعرف بقى التفاصيل منك. طبعا زي ما قلت لك الشوروم اللي كنت فيه في الاول، يمكن بعض الناس كانت بتتوتر او كده، فجه الراجل مع مراته يمسك الاسوره وعمال يبص فيها، ما فيهاش دمغه، قلت له لا الدمغه ايه ايه الدمغه، مش عارف ايه. وطبعا اول اليوم ده ما اشتروش حاجه، وانا اتضايقت شويه، يعني اللي هو طب ما الحاجه هي يعني قدامك قدامها، الدنيا كلها كويسه. لفت الايام ولقيته جاي لي المحل بقى اللي انا اخدته، فطبعا انا ايه خدت نفس كده انبسطت. ايوه ايوه. وطبعا طلع هم كانوا متابعين يعني الاونلاين، ومتابعين ان انا غيرت المكان، ومتابعين كل حاجه، فكان بالنسبه لي حسيت ان انا نجحت يعني. طبعا ده النجاح. وفي نهايه اللقاء طبعا بنشكر كل المتابعين، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاعياد وبمناسبه الكريسماس وبمناسبه السنه الجديده وبدايه الموسم الثاني معانا في اصل الحكايه. وزي ما تعودنا دايما ان الضيف هو اللي بيختم الحلقه. شرفتونا ونورتونا، وانا انبسطت جدا بالحلقه النهارده. استنونا في برنامج اصل الحكايه مع عماد كودك، معاكم كريستينا مجوهرات لاموندا. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.